في لاعب في الاهلي مش واخد حقه. لاعب بيعمل كل حاجه في الملعب، من احسن اللعيبه وافضل اللعيبه في الاهلي. اللاعب ده كان اضافه قويه 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 للاهلي، ومن احسن الصفقات اللي جات. ولينا فتره لينا فتره بنطالب ان اللاعب ده يجي. اللاعب ده محمد علي بن رمضان. الراجل ده بيهين الكرة، بمعنى كلمة بيهين الكرة، بيمسح بيها الأرض. الراجل ده بيتحكم في الكورة أكتر من أي لاعب تاني. خط نص قوي مهاري، مخ شغال، بيعرف هيعمل ايه قبل ما الكرة تجيله ويستلمها. يعني واحد واخد قراراته قبل ما يستلم الكرة. راجل بيكون باصص على الملعب قبل ما يستلم، عشان أول ما يستلم على طول بيكون واخد القرار. اللاعب ده إضافة قوية للأهلي. الإعلام مش مديله حقه. الجمهور مش عارف ليه مركزين قوي مع زيزو، مع ان بن رمضان بصراحة من افضل الصفقات. اتفرج شوف لمساته، تحركاته، التمريرات بتاعته مختلف، كواليتي مختلف. شوف ده، ويكون جنبه واحد زي امام عاشور. شوف خط وسط الاهلي يكون وراهم واحد زي مروان عطية او واحد زي ديانج. الراجل ده على كده كده ما واخدش حريته، يعني لسه هياخد حريته اكتر لما يلعب معاه واحد زي امام عاشور. واحد هيملى مساحات زيه، يعني ده بيملى مساحات. محمد علي بن رمضان ده من اجمد الكواليتي اللي جات الدوري المصري، كواليتي عالي واهم لاعب. اول مره اشوف اول مره اشوف لاعب بيتعامل مع الكوره، يعني بالكوره كده، بالكوره بيتعامل بقله ادب. يعني بيهين الكوره، وده المطلوب، هين الكوره، متع الناس. واحد من ريحة ابو تريكة، واحد من لمسات ابو تريكة. اللمسات دي افتقدناها من ساعة ما اعتزل ابو تريكة. ما حدش، يعني كان طالع صالح جمعة وهو اللي بوظ نفسه بنفسه. ادوا محمد علي بن رمضان حقه.